مساء الخير يا أصدقاء. بعد انتهاء المباراة بين المنتخبين المغربي ونظيره الكونغولي بنتيجة التعادل الإيجابي، توجه الإطار الوطني المغربي وليد الركراكي صوب مدرب منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية سيباستيان دي صابر من أجل مصافحته، إلا أن تدخل اللاعب الكونغولي شانسيل ماميبيا بكل وقاحة موجه كلمات وحركات لا رياضية في وجه مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي. واستمرت الفوضى أيضا في مستودع الملابس والتي أحدثها لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية، خصوصا اللاعب الكونغولي شانسيل مابيميا الذي وجه كلام نابل للمهاجم يوسف نصيري في طريق لغرف تبديل الملابس، مما أدى بنصيري إلى تعاقبه لكي يتشاجر معه هو الآخر. لولا تدخل بونو الذي أوقف نصيري لكانت العواقب أكثر بكثير مما وقع. قال نايف أكرد لاعب منتخب الوطني بأن الظروف التي أجرى فيها المنتخب مباراته أمام المنتخب الكونغو الديمقراطية كانت صعبة للغاية، مؤكدا بأن الفريق الوطني سيتدارك الموقف في مباراته القادمة أمام زامبيا. يقول نايف أكرد: لقد خضنا المباراة أمام الكونغو الديمقراطية في ظروف صعبة للغاية وفي توقيت غير مناسب تماما، علما أننا تدربنا في نفس توقيت المباراة. سنحاول تدارك الموقف، تقاتلنا وقدمنا كل ما لدينا، ما زالت هناك مباراة قادمة أمام منتخب زامبيا سنعمل على الفوز عليه، خاصة وأن التوقيت سيكون مختلفا عن مباراة الكونغو الديمقراطية. انتهت المباراة التي جمعت بين زامبيا وتنزانيا بالرسم الجولة الثانية من منافسات الدور الأول بمسابقة كأس إفريقيا بالتعادل الإيجابي، ولم يستطع منتخب نجوم الوطن أن يستغل النقص العددي الذي لعب به المنتخب من الرصاصات النحاسية طيلة الشوط الثاني، وفرضوا قوتهم وألغوا التقدم الذي كان في صالح تنزانيا وفرضوا عليه نتيجة التعادل. وركز المنتخب التنزاني على ضرورة الخروج من المباراة بنتيجة الفوز أملا في تقوية حظوظه للتأهل للدور المقبل. وإلى هنا تنتهي أخبارنا، إلى اللقاء، مع السلامة.